عرفت ولا لسه إن كراسة الشروط لسكن لكل المصريين 5 الجديدة تم التسريب منها جزء، ولقينا فيه تحديثات كتيرة جدا جدا، وأنا النهاردة لخصت لك 10 حاجات لازم تعرفهم عن الكراسة الجديدة علشان يكمل مشوار الحصول على شقة على خير. فيلا بينا أوضح لكم خلاصة الكلام المفيد مع هاني الخميسي، بس ما تنساش اللايك للحلقة. السلام عليكم، يا أهلا ومرحبا بكم. خلينا نبدأ مباشرة في الحلقة. وأول شرط يا صديقي تم تحديثه هو الإقامة. عشان تاخد شقة في أي محافظة لازم تكون مقيم فيها ببطاقة الرقم القومي، مش مجرد بعقد إيجار، أو إن البطاقة بتاعتك يكون متسجل فيها الوظيفة بتاعتك في المحافظة اللي أنت شغال فيها، ويبقى كده يا تكون مقيم في المحافظة بالبطاقة أو شغال فيها وفقا للوظيفة بالبطاقة، او ممكن بشهاده الدخل. شهاده الدخل لو انت جبتها من الشركه اللي مثلا في القاهره او الجيزه تمام، او لو من المحاسب القانوني في القاهره والجيزه تمام، تقدر تقدم على شقه داخل القاهره والجيزه. ولو انت من اي محافظه تاخد مفيش مشكله. وده التحديث الجديد، يعني عقد الايجار دلوقتي مش هيكون كافي لوحده. الشرط التاني اللي حصل بقى ان هيكون في حظر 7 سنين على الوحده. طبعا احنا عارفينه، ولكن هيكون من يوم استلامك للوحده. يعني كل ما بتتأخر في انك تستلم الوحدة بتاعتك كل ما لسه ال7 سنين بتاعتك لسه ما بدأتش. يعني اول ما تمضي على محضر التسليم وتسلمه للشركة المنفذة يبقى انت كده بدأ العد ليك لل7 سنين. لا ينفع تبيعها ولا ينفع تقفلها ولا ينفع تأجرها، فخلي بالك كويس جدا من الشرط ده. لو هتقدم على شقة في سكن لكل المصريين 5 وانت متزوج من أجنبية او انت مصرية ومتزوجة من أجنبي مفيش مشكلة، مادام حضرتك او حضرتك مصرية او مصري وبتتقاضى راتب شهري مصري تقدر تقدم، لانك انت كده صاحب الطلب. اما التاني بقى تثبت له الدخل هو شغال معاك جوه مصر او لا يعمل لو هو ما كانش شغال. والشرط ده تم صياغته في كراسة الشروط وحبيت اكد عليه، وان شاء الله اي مستجدات هشرحها كلها. ولو عايز تاخد بقى شقة في سكن لكل المصريين 5 لازم مرتبك كمنخفض الدخل ما يقلش عن 3500 ومعاك لحد 12000 جنيه اعزب او 15000 جنيه متزوج لوحدك، او الزوج والزوجه الاثنين مرتبهم ما يعديش 15000. اما لو هتقدم متوسط دخل في المحافظات يبقى حضرتك ما تقلش عن 12000 جنيه سواء اعزب او متزوج، ومعاك لحد 20000 جنيه اعزب او 25000 جنيه متزوج. وبخصوص الشقق اللي نازله في المحافظات بقى التسليم الفوري سواء محدود او متوسط، لاول مره يحصل الشرط ده ان لا يشترط الاقامه حتى المحدود الدخل. يعني محدود الدخل يقدر يقدم في اي محافظه ولا هيبص بقى لعنوان البطاقه ولا عنوان شهاده الدخل ولا الكلام ده كله. اي حد يقدر يقدم في اي محافظه مفيش مشكله ما دام هتقدم في المحافظات. والحاجه الخامسه بقى ان حضرتك كل المستندات اللي انت هتقدمها لازم تكون صور واضحه كويسه جدا جدا. وعلشان كده بقول لك تقدم الاصول نفسها، خد اسكان او سكانر او تصوير بالموبايل واضح للاصل اللي معاك. كل المستندات اللي معاك صور الاصل عشان الصوره تبقى واضحه، لان الصور غير واضحه هيخليهم يرفضوا الطلب بتاعك. الشرط رقم 6 اللي تم اضافته في كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، خلي بالك والأول مرة يأكدوا عليها، رقم الموبايل. رقم الموبايل بتاعك هو حاجة مهمة جدا جدا، بقى هو الشيء المعتبر قانونا في كراسة الشروط وهيتم الاحتكام ليه. فحضرتك رقم التليفون يكون مسجل باسمك عشان لو ضاع تعرف تجيبه، هو اللي هيجي لك عليه رسائل، هو اللي من خلاله هتعرف كل حاجة. فرقم التليفون بقى كمان بديل عن المراسلات القانونية الرسمية. الشرط رقم 7 بقى اللي وضحوه في كراسة شروط سكن لكل المصريين 5، ان حضرتك اللي هتتابع نفسك بنفسك. صندوق الاسكان مش هيتابعك ومش هتقدر تحاسبه على كده. اي نعم هيبعتوا رسائل بس حضرتك لازم تتابع كل حاجة بنفسك، لان ناس كتيرة جدا جدا جات لي وقالت لي ان احنا محدش كلمنا محدش سأل فينا. لا، حضرتك انت اللي تتابع او تخلي اي حد فاهم توكله في الموضوع ده ويتابع لك الموضوع. وده ان شاء الله اللي احنا هنقوم بيه، وتقدر تتواصل مع فريق العمل على الارقام اللي بتظهر معاك
معاك على الشاشه، وهنخلص لك كل الاجراءات وهنتابع لك الموضوع كله ان شاء الله من الالف للياء. وتقدر حضرتك تتابع بنفسك برضه، سواء على الاتصال بصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ارقامهم 1188 او 537 او 539، او على موقع صندوق خدمات الاسكان الاجتماعي اللي هو الخاص بالخدمات وليس التقديمات. اما الحاجه رقم 8 بقى في سكن لكل المصريين 5، ان اثبات الدخل بتاعك لازم تكون موضح فيه كل حاجه، وخاصه وحط خط كده الارباح والحوافز والمكافآت والبدلات سواء شهرية أو سنوية، لأن في شركات كتيرة بتدي نص سنوي أو ربع سنوي أو سنوي. حضرتك توضح الكلام ده كله، لأنهم بيقسموا كل الدخل خلال السنة على 12 شهر، ومن خلاله بيعرفوا أنت تستحق أو لا تستحق، ينطبق عليك الشروط أو لا. ولو حضرتك ما وضحتش الكلام ده هيتم رفض الطلب بتاعك وهيتم تعليقه. فمن البداية وضح الكلام ده، لأن بيصعب عليك بعد كده تجيب شهادة قديمة بالحاجات دي لما يطلبوها منك. الشرط رقم 9 بقى القيد العائلي. القيد العائلي مطلوب من كل أسرة، ومش مطلوب من الأعزب والمطلقة والأرملة اللي معاش أولاد. أما المتزوج ويعول أو متزوج ولا يعول أو مطلقة وأرملة ومعاهم أولاد يعملوا القيد العائلي، عشان هو بيثبت الحالة الاجتماعية بتاع الأسرة، وده إفادة ليك بيساعدك عشان تبين الأسرة بتاعتك عشان تبقى مستحق لشقة في الأولوية. وآخر حاجة بقى في سكن لكل المصريين 5، إن حضرتك لو كنت مقدم في أي إعلان قديم ولسه ما تخصصلكش شقة بالفعل، أو حضرتك تراجعت عن الإعلان ده، لازم تقدم في الإعلان الجديد ما يثبت إنك سحبت فلوسك من الإعلان القديم. لازم تقدم الإيصال ده. وبس كده، نقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.